اللي عامل دايت يا دكتور ومش عايز يبوظ في ايام العيد، يعني ماشي هو بقاله فتره على سيستم ونظام غذائي وبدا يحقق تقدم ونزل وانقذ وزنه، يعني عدد من الكيلوجرامات، لكن عايز بقى يجي عيد الاضحى مش عايز يبوظ الدنيا وعايز برضو ياخد، يعني برضو بتعرف يعني النفس برضه مفتوحة. نفس تبقى مفتوحه واللمه، وصعب المقاومه، خلينا نقول بيبقى صعب المقاومه. يعمل ايه عشان بس على الاقل يبقى فيه بالانس او ما او توازن وما يزيدش وزنه او ما يبوظش السيستم اللي هو عامله؟ جميل جدا. خلينا بس نتفق على مبدأ معين، ان المقاومة عمرها ما بتكون فعالة في الدايت او في التخسيس بشكل عام. لان كل ما الانسان بيقاوم كل ما في الاخر الرغبه المقاومة دي بتزيد. الرغبة بتزيد، الممنوع مرغوب دايما. فاحنا ما فيش مشكلة لو انت عايز تاكل الاكل العادي اللي احنا التقليدي اللي بناكله في العيد، هناكله بس بطريقة معينة. في طريقة بنعملها جميلة جدا كنا بنستخدمها في رمضان وبتجيب نتائج هايلة جدا، تقسيمة الطبق نفسها بتاعتنا. انت عايز تاكل مفيش اي مشكله، بس احنا هنجيب الطبق المتوسط العادي بتاع البيت، بنقسمه نصين. حلو. اول نص ده بيكون للخضروات سواء مطبوخه او سلطه، والنص التاني هنقسمه ربعين، ربع للبروتينات اللي هي اللحوم، وربع التاني للنشويات اللي هي الفته او الرز او اي حاجه احنا عايزينها تاني. ده هيضمن ان احنا مش هناخد كميات عاليه جدا من السعرات الحراريه، حلوه اللعبه دي. وهنشبع في نفس الوقت. طبق قسمه 3 اجزاء، نصه للخضار، ربعين وربعين، ربع للحوم والبروتين وربع التاني للنشويات. للنشويات والطبق عادي معتدل زي بالظبط، مفيش اي مشكله واحس خالص. ان هو ممتلئ برضه، مفيش هحس ان هو مشكله ممتلئ وكلته